في حياة تعالوا اقول لكم بقى عملت ايه النهارده. مبدئيا كده عشان لولو تعبانه فما نزلتش الحضانه النهارده، قمت بقى عملت لي كوبايه نسكافيه، وكان في غسيل عايز يتحط في الغساله حطيته، وكنت عايزه اجيب حاجات عشان افطر بيها فنزلت جبتها، وحطيت للولو شويه مقرمشات، وعملت لي بقى انا السندوتشات الخطيره دي، جبنه كريمي وعليها خس وعليها بقى الفراخ البارده اللي انا عملتها معاكم، خطيرة يا جماعة، احلى سندوتش ممكن تاكلوه. بعد كده قلت اعمل لنا بقى جنبه عصير كده بلح بالموز باللبن. العصير ده بجد فوائده خطيرة، لازم تجربوه بجد خطير. هو بيبقى مسكر فما بحطش عليه سكر خالص، بيبقى سكر طبيعي. قعدنا بقى نتفرج على كرتون شوية، بعد كده ليلى نامت على العصر كده، لان وهي صاحية مش بعرف اعمل حاجة خالص. كان نفسي بقى اغير نظام الصالة عندي، فانا نقلت السفرة مكان الانتريه والانتريه مكان السفرة، بس اهم حاجة ان انا فضيت النيش والبوفيه زي ما انتوا شايفين كده على السفرة، وبعد كده بدأت انقل الحاجة ورجعت بقى رصيتهم تاني بشكل حلو كده. ده كان الشكل النهائي يا جماعة، الشكل بقى خطير بجد. انا ليه ما عملتش كده من البداية اصلا؟ شكلهم حلو قوي، عجبني الشكل جدا، حسيت بتغيير كده، حسيت ان انا دخلت شقة جديدة بجد. يعني ابسط الحاجات ان احنا نغير بس في نظام الشقة بيحسسنا ان احنا دخلنا شقة جديدة. وقريب ان شاء الله اجيب بقى ديكورات وحاجات، وهوريكم بقى الحاجات اللي انا هجيبها ان شاء الله. الحمد لله ان انا لحقت اعمل كل ده قبل ما ليلى تصحى، بس بقى خلاص صحيت، فقلت بقى اعمل لنا بطاطس، وكمان ما كانش لاقي نفسي ان انا اعمل غدا خالص النهارده. قطعت خياره وبصله وحطيت عليهم بقى تونه وجنبهم البطاطس وبس كده، شكرا. وانا بحب احط على التونه صوص رانش بيخليها تحفه. وده كان غدايا بقى النهارده. اتغديت بقى الحمد لله، وبعد كده كان في بقى شويه مواعين صغيره في الحوض فقلت بقى اغسلهم. كمان البوتاجاز كان بقالي يومين بس من طرطشة الزيت والحاجات دي، قلت اغسله بقى بالمرة، غسلته كده بقى غسلة حلوة. مبحبش البوتاجاز يوصل لحالة كارثية، بحب اغسله اول باول بعد كل اكلة، او يعني اسيب يوم واغسله تاني يوم علشان بس ما يوصلش لمرحلة انا معرفش اغسله بعد كده. جه بقى ميعاد ان انا ادي ليلى الجلسة اللي هي ما بتحبهاش ولا انا، عشان صوت الدوشة اللي بيبقى فيها. بعد كده قلت بقى اعمل للولو عصير جوافة باللبن كده، لانها ما بتاكلش في الايام اللي هي تعبانة دي، بتشرب بس سوائل، فقلت اعمل لها كده عصير جوافة باللبن. وحطيت شوية بقى في التلاجة ان هما يعني يبقوا موجودين. وكمان انا بقى في اخر اليوم عملت لي حاجه اشربها سخنه كده، فما لقيتش غير الشاي ان انا اعمله دلوقتي، علشان حسيت ان انا برضو داخله على دور برد، وحطيت جنبهم كيكه وبس يومي خلص. صباح على خير.